في دول العالم بقى اللي هي المتسبب الأكبر في موضوع التغيرات المناخية اللي حصلت، يمكن زي ما حضرتك قلت يعني مصر من أقل الدول المتسببة في موضوع التغيرات المناخية اللي بتحصل، وأكثر المتضررين أو من أكبر المتضررين. استعدادات الدول بقى الكبيرة اللي هي المتسبب الأكبر في ده بتعمل إيه دلوقتي أو عملت إيه؟ خلينا نقول ان دول العالم بدأت تشعر بمشكلة التغيرات المناخية، وبدأت تشعر ان في تهديد حقيقي هيبتلع كوكب الارض او هيهدد المعيشة لكل سكان كوكب الارض. فبدأت الامم المتحدة، طبعا احنا عندنا عدد دول العالم 206 دولة، في منهم 190 دولة في الامم المتحدة. الامم المتحدة او دول العالم بدأوا يعملوا ما يسمى بمؤتمرات قمة الاطراف او مؤتمرات كوب. هذه المؤتمرات بدأت في منتصف التسعينات. في عام 1995 كان أول مؤتمر عندنا موجود في برلين في ألمانيا، تلاه مؤتمر في جنيف في سويسرا، ثم كان المؤتمر ده بيحدث كل عام، ثم المؤتمر الثالث حدث كان نظمته مدينة كيوتو في اليابان، ثم بعد كده مؤتمر وصولا إلى مؤتمر قمة الأطراف اللي مصر نظمته في العام الماضي، اللي هو كوب 27 أو مؤتمر قمة الأطراف أو مؤتمر التغيرات المناخية. خليني أقول لحضرتك إن مؤتمرات قمة الأطراف دي احنا بنعتبرها اجتماعات سنوية ملزمة بيتم اتخاذ فيها اجراءات قانونيه من جميع دول العالم لمواجهه خطر التغير المناخي. احنا كلنا في مركب واحد. العالم في موضوع التغيرات المناخيه بينقسم لقوتين، دول ناميه ودول متقدمه. الدول المتقدمه دي بتمتلك اقتصاديات قويه، وبتمتلك اساليب تكنولوجيا، وبتمتلك افراد مدربه لمواجهه التغيرات المناخيه. ده اللي انا بتكلم عليه بقى، الفرق ما بينها وما بيننا كدول ناميه. احنا استعداداتها هي اكيد هتبقى يعني اقوى. ما انا هقول لحضرتك، مؤتمرات قمه الاطراف او الاتفاقات الاطاريه للتغيرات المناخيه اللي دول العالم كلها بتوقع عليها طبقا لاتفاقيات الامم المتحده، اللي هي بدات في منتصف عام 1995 بمؤتمر برلين الاول في المانيا، وصولا الى اخر مؤتمر اللي هو مؤتمر قمه الاطراف في مصر في مدينه السلام شرم الشيخ اللي نظمته مصر العام الماضي، وحتى وصولا الى مؤتمر كوب 27 او مؤتمر التغيرات المناخيه هيتم تنظيمه في دوله الامارات العربيه المتحده في دبي. خليني اقول لحضرتك ان هذه الاجتماعات السنويه كلها بتاخد تعهدات وقوانين ملزمه ومتابعه تنفيذ هذه التعهدات على ارض الواقع، سواء التصدي للتغيرات المناخيه او ازاله الاثر السلبي الناتج عن التغيرات المناخيه. انا قلت لحضرتك ان في قوتين، دول ناميه ودول متقدمه. قلنا الدول المتقدمه دي بتمتلك التكنولوجيا والاقتصاد القوي وعندها افراد مدربه لمواجهه التغيرات المناخيه، كل دورها انها تمد الدول الناميه بالتكنولوجيا، توفر لها الدعم المالي لمواجهه هذه الاخطار التي تهدد كوكب الارض وهي التغيرات المناخيه.